السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في ناس كتير بتسألني بتقول لي أنا والله بمشي بالعربية في الطرق الزحمة بشكل كويس جدا، بس باجي على الطرق السريعة وأقلب بطة بلدي، أبقى خايفة من الناس كلها ومتوترة من الناس كلها ومش عارفة أمشي بالعربية خالص، وكمان أبقى حاسة إن أنا هخبط في كل العربيات اللي ماشية حواليا وهعمل مليون مشكلة طول ما أنا ماشية في الطريق، بس أجي في الطرق الزحمة وأبقى شاطرة جدا. فأنا عملت لكم الفيديو دوت وإحنا ماشيين في طريق سريع، بحيث إن وأنت ماشي تبقى عارف إزاي لما تيجي تعدي عربية تعديها إزاي بشكل كويس، لما عربيه تيجي تعديك تخليها ازاي تعديك برده بشكل كويس وما تعملش مشكله، العربيات اللي بتطلع من الشوارع الجانبيه ازاي تتفاداها، العربيات اللي بتقف قدامك بسرعه جدا ازاي برده تخلي بالك منها، وفي نفس الوقت ما تخليش العربيات اللي وراك تخبطك او تعمل لك مشكله. فتابعوا معايا الفيديو ده بحيث ان لو حد عنده مشكله على الطرق السريعه يعرف ازاي يتفاداها وما يبقاش عنده المشكله دي خالص. في البداية كده أنا بكون واقف أهوت في الحارة اليمين وباجي أتحرك بالعربية. أنا دايما لما أكون ماشي على طريق سريع زي ده وأكون واقف في اليمين أو هبتدي إن أنا أطلع على الطريق ده، فأنا في البداية بطلع وأنا في الحارة اليمين وابتدي إن أنا أجري شوية وأحاول إن أنا أجمع سرعة، ما أطلعش في نص الشارع مرة واحدة وأنا لسه سرعتي بطيئة، وابتدي إن أنا أدخل في الشارع تدريجيا. يعني أنا باجي أبص في المراية مثلا هنا مفيش حد قريب مني، فبقوم جاي باصص قدامي واجي في الحاره اليمين. يبقى كده انا خدت خطوه واحده بس، في العربيه السوداء دي هتطلع عليا، فانا محتاج ابعد بعيد عنه شويه عشان هو لما يطلع يلاقي مكان يمشي فيه. طبعا انا ما طلعتش في الحاره اللي في النص دي غير لما بصيت الاول في المرايه واتاكدت ان مفيش حد ماشي جنبي. بالنسبه لي دلوقتي انا عشان ماشي في طريق سريع، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اخد الحاره اللي في النص وافضل ماشي فيها. يعني انا ما ينفعش افضل ماشي في اليمين، لان اليمين ده بيبقى اسمه الطريق البطيء او الطريق الهادي، ان انا كل شويه هلاقي واحد بيطلع فيه او واحد بيركن او واحد بيعمل اي حاجه. والشمال طبعا ده الطريق السريع، لان مهما كانت سرعتي اكيد انا هلاقي ناس اسرع مني وعايزه تعدي. طبعا زي ما احنا شايفين في ناس بتقطع الطريق، فانا ببتدي ان انا اهدي من دلوقتي مع مراعاه ان انا اخلي بالي من العربيات اللي ورايا برضه، ما ينفعش ادوس فرامل مره واحده، وابتدي ان انا ادوس بنزين تاني. انا دلوقتي بجري وانا ماشي في الحاره اللي في النص. بالنسبه لي انا دلوقتي ماشي بسرعه مناسبه للطريق، انا شايف الطريق بيلف دلوقتي واخد كيرف ناحيه الشمال، فبقلل السرعه سنه صغيره لان انا ما كنتش شايف ايه اللي فيه. نفس الكلام هنا الطريق واخد كيرف تاني ناحيه اليمين، بس انا مش هقلل السرعه. ليه بقى مش هقلل السرعه؟ لان انا اصلا سرعتي مناسبه للمكان ده. عربيه زي دي هدي اشاره، ابص في المرايه وازود سنه عشان ابقى اسرع من العربيات بي ام دي، وارجع تاني ادي اشاره يمين واجي تاني في النص عشان هو كان عايز يعديني، يبقى هو هنا اسرع مني، فهو هنا يقدر ان هو يعديني. يبقى هو عداني بالشكل ده زي ما احنا شايفين عشان هو اسرع مني، بس انا سبت له مكان يعدي منه. انا خدت الحاره اللي في النص، فدايما باستمرار طول ما انا ماشي ببقى واخد الحاره اللي في النص وابقى سايب الحاره الشمال لاي حد اسرع مني وعايز ان هو يعديني. طبعا العربيه دي انا اسرع منه فاقدر ان انا اعديه وارجع تاني في الحاره اللي في النص. يبقى دايما لازم ابقى سايب حاره شمال لاي حد اسرع مني او اي حد عايز يعديني. انا عايز اعدي العربيه الحمراء، اديت اشاره شمال، بصيت هنا ما لقيتش حد، جيت كده شمال عديته واديت اشاره تاني يمين، بصيت في المرايه اليمين برضه مفيش حد، قمت جاي باصص قدامي تاني وابتديت ان انا اجي في الحاره اللي في النص. يبقى دايما طول ما انا ماشي بالعربيه انا واخد الحاره اللي في النص. دايما طول ما انا ماشي بالعربيه انا ماشي في الحاره بتاعتي او ماشي في مكاني بمعنى اصح، بحيث ان انا ادي فرصه لاي حد عايز يعديني من على الشمال يقدر ان هو يعديني، وفي نفس الوقت الحاره اليمين مش ماشي فيها عشان خاطر لو حد وقف، لو حد عمل اي حاجه مفاجاه، لو حد طلع من شارع، لو حد وقف مره واحده مشروع بينزل حد، تاكسي بيركب حد، اي حاجه من الكلام ده كله، فانا بالنسبه لي سايب مكان كبير بيني وبينه. طيب في عربيات هنا بتلف او في يوتيرن هنا، فانا ابتديت ان انا اقلل السرعه، زائد ان في اشاره المرور قافله، فانا ابتديت من دلوقتي وانا بعيد جدا عنها ان انا ادوس سنه فرامل صغيره عشان اهدي تدريجيا، مع ان انا طبعا دوست على زرار الانتظار عشان خاطر لو اي حد جاي ورايا يعرف ان انا ههدي او ان انا بقف، فيبتدي ان هو كمان يقف. الاشاره فتحت والناس بداوا يتحركوا، فقفلت الانتظار او الويتنج بتاعي ورجعت اكمل ماشي. انا هنا العربيه الحمراء مديه اشاره يمين، فانا مش هقرب منه وهسيبه ان هو يقدر ان هو يدخل ناحيه اليمين. هو هنا قفل الاشاره فخلاص يبقى هو مكمل ماشي معانا. طيب انا بجري وعايز اسيبها العربيه الحمراء، بس مستني العربيه السوداء توسع لي مسافه اكتر.